مبروك والف مبروك للتأهل المنتخب الوطني الأقل من 17 سنة والتأهل للدور ربع النهائي من منافسة كأس العالم على حساب المنتخب المالي. وكما عودناهم هاد الليلة ما كاين غير البكا والعزاء في الشيراطون مع عمي تبون وشنقريحة. يسعى حماية الأسعار مختلفة الفلاحيين بتخليص دور سمارس السوق في العلاقات بين الفلاح والمستهلك، بما يعود بفائدة على الفلاحة والمستهلك على حد سواء. تعترض الفلاحة عن الخسائر التي تحلق بها في المجال الثقافة والإعلام، الدفاع عن الموروث الثقافي الوطني في وجه محاولة تمسيط وتخريبها، ومحاربة كل المحاولات الهدفية إلى تكريس الثقافة الاستهلاكية وأضعاف الانتماء الوطني وتدمير القيم الإنسانية الصحيحة، وبما يخدم المصالح المعيشية للكتب والصحفيين والنفقين، ويمكنهم من العيش الكريم لتقديم المزيد من العطاء الإنسان. المكاتب وطنية عامة في المجال السكن يسعى الحزب إن يدير المساكن في كل التراب الوطني وخاصة في العضو بالعيا وفي الصحراء. الحزب الجبهة الوطنية هذا قال لك مستشار القوة الضاربة كيعطي العمي تبون إحصائيات وأرقام البلاد. شفتوا تبارك الله على مستوى عنده في اللغة والخطابة. ما هو الشيء الذي كنت تتمنى أن تديروا الثورة الجزائرية وما درتوش؟ الجزائر وما درتوش. واش قال لي؟ الله يرحمه. قال لي كنت نتمنى ندير الجزائر القنبلة النووية. تخلعت أنا. القنبلة النووية. قال لي واش بيك تخلعت؟ قال لي في الستينات في الخمسينات كنا أحسن من إسرائيل في الموضوع هذا. كنا مؤهلين خير من إسرائيل في الموضوع هذا. عبد الحافظ بوصوف يقول هذا الكلام قال لي كنا مؤهلين خير من الإسرائيليين. وفي الستينات والسبعينات ما كانش ممنوع لاكسي عندك الدراهم تشريها ولا تسرقها ولا ما هيش ممنوعه لا بومب اتوميك تدير التجارب ماهيش ممنوعه. قال لي بعد السبعينات اللي ولات ممنوعه. قال لك في الخمسينات كنا قادرين نصنعوا القنبله النوويه. واش ما عارفش في الخمسينات كانت الجزائر مستعمره وفي الستينات كانت فرنسا كتجرب فيهم القنبله النوويه. يمكن هذا بوكريشه عند بالو ديك التجارب اللي كتدير فرنسا في الاراضي الجزائريه راه الجزائر هي اللي كتديرهم. توبوا الى الله ربكم واستغفروه. الغازون ما بصح ولا تيرا معوج تيرا لي نورمال. انا جو بونس كو طراساج تاع الغازون. شوف الغازون ما راهوش السونتر ماهوش كيف ماهوش كيما قال لك. مام السونتر ماهوش كيف شكون لي بوند. زيد لنا صور اخرى تظهر بانه البارح كي كنا نشوفوا في المباراه. شوف زيد لنا صوره اخرى على اليمين وين ريماركاها مقبل. شوف يعني صراحه كنا نلاحظوا مقبلات صغيره منا وكبيره من لهنا. كنا نلاحظوا لاتليتيكو دو مدريد مع السيفي مع شفنا عاود درنا لا ديفيرونس في الوقت. سالي بن شيخ هل الجزائر تنشط او تشيد ملاعب عالميه كيما هذه باش اون فان كونت نشوفوا صور مثل هذه؟ هذه سي دو لانكومبيتونس. امين تكلم على كنا نشوفوا لاتليتيكو دو مدريد عنده الحق، ولكن لاتليتيكو دو مدريد اللي طراسي وليد الملعب او وليد كره القدم. احنا جابوا واحد ولا زوج ماهيش عاملين قالوا له طراسي احكم الماشينه ليك يا حما دز القدام اطراسا كيما يحب السخونه ورفد البرويطه تاعو جا رايح سيتو. بصح حنا هنا نورمالمون الناس اللي راهم في الفوتبول لا اللي يقول اخر لي ليغ هذوما هما يتنبهوا. هذا يا حسره احدث ملاعب الجزائر طراساج ديال التيران ما قادينش يديروا، وفي التالي يجي يقول لك حنا احسن منظومه كرويه والمروك سرق منا تنظيم كاس العالم وافريقيا.
الجزائر هي أقوى دولة في اللوبيا والروز والعدس. أخيرا المسرحية الهزلية ديال مع فلسطين ظالمة أو مظلومة كتسالي بعد ما قالوا الجزائر في الأمم المتحدة دوري ودارت وصوتت لصالح القرار الأمريكي حول غزة وتصويت الجزائر لصالح القرار الأمريكي. الخارجية الجزائرية وضحت فيما يخص هذا التصويت، وقالت أنه ضرورة اعتماد قرار استعجالي ملزم من أجل رفع كل أشكال المعاناة المسلطة على الشعب الفلسطيني في غزة. يعني كيف تفسرون هذه التوضيحات؟ أستاذ إبراهيم، هذه نقطة أخرى. اليوم في هجمة شرسة على المساعي وجهود الجزائر، وهناك تشويه حتى من الداخل الجزائري للأسف، لأن بعض الأطراف لم تفقه لحد الآن، لم تفقه معنى هذا القرار وما خلص إليه. لأن اليوم عندما نقول بأن ما صدر عن قرار مجلس الأمن فيما يتعلق بهذا القرار هو يخدم ما كانت ترافع به الجزائر منذ العدوان الغاشم على قطاع غزة. إذا كنا نتكلم على حماية شرعية ودولية للشعب الفلسطيني، لاحظنا هؤلاء الذين يزايدون على الجزائر. الشعب الفلسطيني كان يقتل وتفنن، وهذا ما دعت إليه الجزائر، قالت أنه فيه أولويات يعني مستعجلة للمرحلة المقبلة. نعم فيه أولويات. خليني نشرح هذه النقطة أستاذ إبراهيم. نعم باختصار من فضلك. لأن هناك اليوم فيه تغليط للرأي العام الدولي، وشفنا أن الإعلام المخزني اليوم يحاول أن يشوه هذا النظام الذي شارك في الإجرام، وكانت السفن ترسو على موانئ الرباط وموانئ مغربية. اليوم يجي ويزايد على الجزائر ويقول بأن شعار مع الجزائر مع فلسطين ظالمة ومظلومة قد ذهب وقد بخر. لماذا؟ نعم. كيف هذا الحق؟ وهي الحقيقة غير ذلك، لأن الصيغة أيضا حتى صياغة هذا القرار كانت مرت على مراحل ورفضتها الجزائر. كانت الصياغة الأولى رفضتها الجزائر، الصياغة الأولى كانت جاءت بما يسمى بمجلس السلام وابتعدت على الحق الفلسطيني، قضية الإعمار، قضية الحق، القضية الفلسطينية وحق إقامة الدولة الفلسطينية، هذه كلها كانت بعيدة. ضغطت الجزائر وأعيدت الصياغة مرة أخرى. مرة ثانية أيضا نفس الشيء، تعاد الصياغة إلى المرة الثالثة وتخرج بهذه. الجزائر اليوم أعتقد بأنها صوتت لصالح الأمور الاستعجالية أولا، أكيد، وهذه الحالة الكارثية التي تعيشها الأراضي الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة. هذه المأساة الإنسانية التي لا يمكن تجاوزها. إدخال المساعدات التي ما زالت لحد الآن في عجز دولي على إدخال المساعدات، ولكن بهذا القرار نعتقد بأنه سيضغط على قوة الاحتلال وسلطة الاحتلال. الأمر الآخر وهو الذهاب، وبالرغم من تصويت الجزائر لصالح المشروع. الأمر الآخر أستاذ إبراهيم، الأمر الرابع وهو أعتقد بأن الجزائر اليوم بتصويتها هذا ضمنت حماية دولية للشعب الفلسطيني. هؤلاء الذين يزايدون على الدبلوماسية الجزائرية أعتقد أنهم ساهموا في إجرام ضد الفلسطينيين. الجزائر اليوم رافعت وصوتت لحماية الفلسطينيين، وحتى إخواننا الفلسطينيين الذين لما زالوا لم يستسيغوا حقيقة وجوهر هذا القرار، نعتقد أنهم يلومون بعض اللوم، ولكن ستعود كما سوق القرار متعلق بالقضية الصحراوية في البداية على أنه فوز ونجاح دبلوماسية الرباط. نفس الشيء بالنسبة للقضية الفلسطينية اليوم، يحاولون أن يبخسوا جهود الجزائر وأنها تخلت وأن والحقيقة الجزائر لم تتخلى. وفي ذلك أستاذ أيضا أكدت أنه هذا ربما المشروع لم يكن في نظرها كاملا أو مثاليا على النحو الذي تريده، لكن فيه أولويات، يعني فيه أولويات. يا أستاذ إبراهيم، هؤلاء الذين يزايدون الفيتو الأمريكي جاهز. إذا كان في الجزائر إذا يبسط راسها الفيتو الأمريكي جاهز، ومن بعد احنا كما نخرجوش قرار يحمي الفلسطينيين ويقدم المساعدات ويذهب إلى تعمير قطاع غزة. وراء الحل هؤلاء الذين يزايدون وراء الشاشات وراء الهواتف، هؤلاء هذا
النقد المفلس، النقد الذي لا يأتي بنتيجة حقيقية للشعب الفلسطيني. نعتقد بأن الجزائر ذهبت على مضض وهي تعلم جيدا، ولكن نعلم بأن القرار لا يمس بجوهر القضية الفلسطينية، لا يمس بالحق الفلسطيني، لأنه حاول في البداية، حاولت الأطراف أن تلتوي على الحق الفلسطيني في إقامة دولة. حقيقة اليوم فيه هذه السلطة الأمنية أو السلطة الأممية التي ستدير المشهد إلى غاية أن تقوم الأطراف الفلسطينية في يعني بتوحيد صفها نعم. وفي الأخير أستاذ أكيد يعني الجزائر أكدت على أولويات، منها تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني أيضا وتمكين جهود الإغاثة. نقطة نشكركم على المتابعة ونتلاقاو فيديو جديد إن شاء الله.